الست دي كانت رايحه ترضع ابنها في المطعم، وده بيخلي الزبونه تتضايق وبتندى على الجرسون وبتقول لها كده بتقرفنا واحنا رايحين ناكل، والجرسون بيقول لها ما ينفعش ترضعي ابنك هنا وبتطردها من المطعم. وهي ماشيه بتوقفه جرسونه وبتقول له ما فيش قوانين تقول ان ده ممنوع، وبتقول له صاحب المكان لو عرف انك ترضعها هيتضايق. والبنت بتقول لها تقدري تقعدي على اي ترابيزه تعجبك، فبتروح تقعد على الكرسي بتدي ظهرها للزبونه اللي اشتكت، فبتشد الكرسي وهي رايحه تقعد كانت هتقع بابنها، ولحسن الحظ الجرسونه بتمسكها وبتقول لها حصل خير وبتقعد على الترابيزه. والبنت بتروح للجرسون وبتديله فلوس وبتقول له هديك اكتر من كده لما تمشيها، وبيطمع في الفلوس وبروح لها وبقول لها معلش الترابيزه دي محجوزه، وبتقول له ماشي هقعد على اي ترابيزه ثانيه، وبقول لها للاسف كمان الترابيزات كلها محجوزه. وهي ماشيه بتوقفها الجرسونه وبتقول لها تعالى اعيدك في غرفه كبار الشخصيات، والزبونه بتطمع بتقول خليها تقعد هي هنا وانا اقعد في غرفه كبار الشخصيات. وفي الوقت ده بيجي صاحب المطعم وبيطلع ان دي تبخته وبيقول في ايه، والجرسونه بتقول على اللي بيحصل ان مايكل حاول يطردها عشان بترضع ابنها، وشفت هو بياخد فلوس من الزبونه، واول ما بيعرف اللي عمله بيطرده من المطعم وهو زبونه اللي دفعت له.